لقيت دجله مكلمني، كانوا لسه بيعملوا نادي 2006 2007. فروحت دجله، لعبت معاهم حوالي 10 سنين. مشيت بطريقه مش كويسه قوي، انا كنت بحب النادي قوي ده يا مينا بطريقه غير طبيعيه. دجله في كل حاجه، ده من اسباب ان انا اصلا بطلت. فانا هقول لك بس بالتدريج. رحت دجله، لعبت هناك 10 سنين زي ما قلت لك. طلعت الدرجه الاولى، رحت منتخب 93 مع كابتن ربيع ياسين، جيل تريزيجيه وكهربا، رامي ربيعه، احمد رفعت الله يرحمه، محمود وحيد، احمد سمير، كل الناس دي، ياسر ابراهيم، صالح جمعه، احمد حسن كوك، كل الناس دي كانت معايا. رحت يا باشا المنتخب، رجعت بقى على الدرجه الاولى في دجله. تمام. لقيت نفسي مره واحده، لقيت الاداري كان اسمه كوارشي، هو معروف يعني وحبيبي وصاحبي ونقعد نتكلم لحد دلوقتي. جاي لي كده وانا بتدرب مع الدرجه الاولى لاول مره، لقيته بيقول لي انت موقوف من النادي وبس عايزينك فوق. فوق فين؟ قال لي كابتن علي. ما انا هقول لك. فلقيت كابتن علي، طلعت له، كابتن علي ابو جريشه، طلعت له فوق. بقول له فيها يا كابتن. قال لي جميل، انت معمول لك ان انت شاتم النادي على الفيسبوك. انا مش شاتم حد، انا كنت بحب النادي ده جدا جدا واتاثرت بيه لدرجه غير طبيعيه. فقلت له كابتن انا بتمرن يعني فين طب وريني. توقفت شهر لحد ما يشوفوا الاجراءات، وقف واطلع فوق اعمل تحقيق وانزل تحت، والكابتن وشهر ما تلعبش كوره بعيد عن كل لا ده شهر بس بيشوفوا الدنيا ماشيه ازاي، لكن القرار لسه ما اتعملش. وانا بس انا هقعد في البيت الشهر ده لحد ما يقول تحقيقات كلها. طب يا جماعه انا عايز اتمرن، طب انزل تحت اتمرن. لا مفيش، جميل هتقف بس الشهر ده لحد ما نشوف القصه ماشيه ازاي. القرار جه، رحت التمرين، طلعت الكابتن علي ابو جريشه. في ايه يا كابتن؟ قال لي انت موقوف سنه لحد ما نشوف هنعمل ايه. قلت له سنه؟ اتوقف. طب انزل العب تحت مع فرقتي اللي هي 93. قال لي لا انت مش هتخش النادي يا جميل دلوقتي والموضوع كبير قوي. اتوقفت سنه، السنه جابت سنه ونص. في الناشئين انت بتقعد فتره انت قاعد على امل انك ترجع، حتى انا عايز ارجع. لا ما ينفعش احنا تاني. لا هو ينفع ان انا لو عايز امشي بس انا بحب النادي يعني. هو حتى قال لي لو عايز تروح الاهلي انا ممكن اوديك الاهلي يعني. كان ساعتها كابتن فتحي مبروك ماسك ال 20 سنه، وانا كنت مسمع في جيلي قوي في 93 وقت منتخب انا كنت مسمع في جيلي قوي. وقلت له لا انا عايز افضل في النادي. انا لو هروح انا عايز اروح النادي وانا كبير، ما اروحش وانا ناشئين، لان كان الاهلي والزمالك الفتره دي ما بيعتمدوش على الناشئين خالص. فانت اخرك 20 سنه وبتمشي وهيطلعك كمان. قلت له لا انا اطلع الدرجه الاولى وانا واسمع والعب، بعد كده اروح الحاجات. انا بضحك عليه من الاخر علشان افضل في النادي. انا عايز اقول له ان انا ولا عايز العب في اهلي ولا زمالك ولا عايز العب في الحته، انا في النادي. انا بحب النادي. قال لي طيب ماشي. نزلت لقيت نفسي، وده بقى اللي خلاني خلاص بقى انا خلصت عليك. لا انا لو انا قلت ان انا بغلط في النادي فانا هغلط فعلا من اللي اتقال لي. قال لي انت قايمه تانية دي في الكوره يعني، انت فري. قلت له بعد سنه ونص بتوقفني ولا سنتين في الاخر تيجي تقول لي انت فري وقايمه تانية؟ طب انا اروح فين؟ طب انت لو عايز تمشيني مشيني من الاول، ما تمشينيش بعد سنتين وقاعد ولعيب الكوره معروف لو ما اتمرنش سنه في عمر لعيب الكوره ده اليوم يعني. انا ما بتمرنش يومين بحس ان انا مش قادر، فما بالك سنه ونص وقاعد وعلى امل، والله العظيم زي ما بكلمك، على امل ان انا لما هرجع ناديه تاني واعمل اسم تاني واطلع الدرجه الاولى تاني والعب. لان الفرقه كانت كلها في الثوره، كانت ماجد سامي ودى الفرقه كلها تلعب في تيرن اوت، الفريق اللي بره. فالدوري في الدرجه الاولى بتاعتنا فاضيه، فانت هتبان تظهر يعني. انا موجود. كان ساعتها عبد الفتاح الاغا وعاشور الطاقي، كل الناس دي كانت بره، فانا موجود يا جماعه. لقيت نفسي قايمه تانية، مش عارف اروح فين واجي منين. كانت اقسم بالله اسوأ فتره في حياتي، اسوأ فتره في حياتي.